مالك يا سندس؟ قاعدة كده ليه؟ ازيك؟ بتذاكري ليه؟ شو على امتحان بكره؟ وايه تاني؟ بتعملي ايه بقى؟ بتحلي امتحانات ايه دي؟ فقه. فقه. ليه بقى بتحلي امتحانات؟ عشان مش مذاكره. برافو عليكي. نفسك تاكلي ايه يا سندس وانا هحققهولك؟ عشان انت عندي بس لازم ادلعك، عشان لو ما حليتيش بكره في الامتحانات امك هتدلعنا احنا الاثنين. انا عايزه عايزك شويه لو سمحت. ما تعملي لي بيتزا. بيتزا؟ اه. بس كده؟ ده يعني عايزه تاكليها بايه يا سندس؟ البانيه. بني؟ اه. من عينيا الاثنين. الاقيكي مخلصه هتخلصي الامتحانات دي هعمل لك بيتزتين مش بيتزايه واحده عشان تاكلي كده. ثلاثه. بس احفظي الامتحانات ديت صم. اروح اعمل البيتزا واجي الاقيكي مخلصه كل ده. اتفقنا؟ يلا بينا نعمل احلى بيتزا لاحلى سندوسه. اول حاجه هنحط كيس خميره وعليها 3 معالق كبار من السكر وعليهم نص كوبايه من الميه الدافيه عشان نختبر الخميره. الحركه دي بتخلي العجينه تخمر بسرعه. هنغطيها بقى ونسيبها 5 دقايق كده. هنلاقي الخميره عملت فوم، يبقى كده الخميره بتاعتنا ناجحه. هنحط عليهم بقى 3 كوبايات من دي، بس لازم ننخلهم طبعا زي ما اتفقنا عشان لو الدقيق فيه اي شوائب. 3 كوبايات دول عملوا 4 بيتزات رفيعين، لكن لو انتوا عايزين اكتر هنزود في المقادير. تمام. هنقلب بقى الدقيق كويس مع الخميره والميه والسكر. تمام. وبعد كده هنحط ربع كوبايه من الزيت الفاتح النباتي العادي، وكمان هنحط كده معلقتين كبار من الزبادي، وده اختياري بس بيخلي العجينه طعمها حلو قوي وطريه وهشه. لكن لو عجنا العجينه مثلا باللبن ممكن نستغنى عن الزبادي، او ممكن بدل الزبادي نحط معلقتين كبار من اللبن البودره. هنبدا بقى نقلب كده ويكون جنبينا ميه دافيه عشان لو العجينه بتاعتنا احتاجت ميه هنزود لها. بنعرف ان العجينه محتاجه ميه لو هي في دقيق لسه ما تلمش في العجينه، يبقى كده محتاجه ميه. لكن لو مفيش دقيق بره يبقى العجينه هنفضل نعجن فيها لحد ما تبقى بالشكل الاملس ده. تعالوا بقى نحضر البانيه. هنعمل بيتزا طبعا فراخ زي ما هي طلبت، فاحنا هنجيب مثلا ربع كيلو من البانيه وهنقطعه كده زي ما انتوا شايفين بالطول. وبعد كده هنحط عليه بقى التتبيله. حطيت معلقه كبيره من توابل الشاورما موجوده عند اي عطار، وهنحط معلقه كبيره من زيت الزيتون او اي زيت، وهنحط عصره نص ليمونه، وهنحط طبعا ملح، وهنحط كيس من الصلصه كده. ده مش كاتشب، ده صلصه بس هتدي الشاورما اولا طعم حلو وكمان لون حلو. خلاص كده بقى خلطة الفراخ جاهزة. يعني اسهل بيتزا هي بيتزا الفراخ. هنجيب بقى طاسة على النار، نحط فيها معلقة برضو من الزيت، وهننزل بالبانيه. طبعا انا زودت الكمية عشان كلنا هناكل بقى. انتوا ممكن تعملوا بانيه مثلا وسوسيس والكلام دوت، ممكن تعملوا تشكيل بيتزا بنفس العجينة زي ما انتوا شفتوا. هنسيب بقى البانيه مش هنقلبه كتير، هنسيبه بس لحد ما يشرب، يعني نازل ميته يشربها، وبعد كده نبدأ نقلب. هنسيبها بقى على النار لحد ما تبقى بالمنظر دوت وتشرب كل السوائل اللي فيها. تعالوا بقى نحضر بقية الحشوة اللي هي عبارة عن فلفل الوان وفلفل اخضر حراق وكمان زيتون. ودي صلصة بتاعة البيتزا هنحضرها. حطينا كيسين كبار من الصلصة بتاعة اللي هي الاكياس ديت، وحطينا عليها بابريكا مدخنة، وحطينا فلفل اسمر، وحطينا ملح، وكمان هنحط اخر حاجة معلقة من الزيت. كده الصلصة خلاص هي كمان بقت جاهزة. تعالوا بقى نشوف العجينة. خلاص خمرت، يعني لحد ما حضرت الحاجة خلاص هي كانت خمرت. هي بتاخد بالظبط ساعة الا ربع ولا حاجة في التخمير. هنبدأ كده نعملها رول وهنقطعها 3 بيتزات، بس هي عملت 4 لان القطعة اللي في النص ديت كانت كبيرة. هنبدأ بقى نشيل القطعتين الزيادة، وهنحط بقى على النشابة ديت او الفرادة دي عشان تعجن يعني او تفرد العجينة بسرعة. وهنبدأ بقى نفرد في العجينة زي ما انتوا شايفين. لازم نفردها طبعا قبل ما نحطها على الصينية، لان الصينية هتكون مدهونة زيت. انا عملت معاكم الطريقة بتاعة البيتزا، بس قلت ايه بما اني هعملها فصورها. انا بحب التصوير وكمان بحب اعمل الاكل، فالاتنين مع بعض ما بيضايقونيش. لكن اللي بيضايقني بقى ان بلاقي ناس كتير قوي بتتفرج على الوصفه وبتحققها وبتعملها وتنفذها وتنجح معاها وما بتعلقليش ولا بتعملي لايك، وده طبعا بيزعلني جدا. تمام. طبعا خلاص احنا حطينا اول عجينه، مش هينفع ان احنا هنفردهم كلهم الاول في الصواني زي ما انتوا شايفين كده. نحطها ونسويها في الصينيه، وبعد كده نبدا نوزع عليها الصلصه. هنوزعها على واحده واحده. طبعا احنا قبل ما نبدا نفرد في العجينه بنكون مشغلين الفرن بتاعنا على درجه حراره 180. هنوزع الصلصه كده زي ما انتوا شايفين بالفرشه كده عشان ما نوزعش زياده عن اللزوم. هنبدا بقى نرص الفلفل الالوان، وممكن نعمل فلفل اخضر هيبقى حلو جدا. مش لازم فلفل الوان يعني، بس ده كان عندي في التلاجة فقلت استغله قبل ما يبوظ. وكان عندي برضو زيتون مخلي كنت عامله بيه في رمضان، فقلت برضو احطه. في ناس ما بتحط الزيتون عادي. وهنا هوزع الفراخ بتاعتي.
وهنوزعها بالتساوي على كل البيتزا، وهنسيبها بقى في الفرن لمدة ربع ساعة. اول ما نلاقيها احمرت من تحت، او لو الفرن بتاعنا عالي، لو لقيناها احمرت من تحت هنشغل عليها الشواية لحد ما الجبنة بتاعتنا تسيح، وهي كده خلاص هتبقى استوت. تعالوا بقى نشوفهم. وعملت بيتزاية كبيرة، عملت عجينة تالتة، وعملت بيتزاية كبيرة زي ما انتوا شفتوا اللي هي في الفرن من تحت. تعالى بقى اوريكم هنقلبها ازاي. هنجيب اي حاجه كده مسطحه وهنقلب فيها. سندس طبعا هي اللي كانت واقفه تمسك معايا البيتزا عشان تنزل بالشكل ده. شايفين واخده لون بسيط جدا من تحت، وهشه وطريه جدا، مع ان السمك بتاعها رفيع. احنا قاصدين نعملها السمك بتاعها رفيع. لو انتوا عايزينها اتخن شويه فالعجينه دي هتعمل لكم 3 بيتزات بالظبط. يعني كل بيتزايه هنحط كوبايه من الدقيق، يعني عشان لو حد عايز يعمل بيتزايه واحده كوبايه من الدقيق هتكفيه. معلقه صغيره بتاع دوت خميره، ونقلل في المكونات هيعمل بيتزايه واحده. شايفين بقى السمك بتاعها كانت تحفه جدا، وعايزه اقول لكم شبعتنا وفاضت كمان لتاني يوم. شايفين شكلها عامل ازاي، وبدون عجان بقى، وبدون اي حاجه، وبدون اي امكانيات. شايفين دي بقى العجينه الكبيره، عملت اللي هي البيتزايه الكبيره عملتها ب3 كوبايات دقيق. يعني ديت اتعملت ب3 كوبايات دقيق. بس سندس كانت عايزاها تخينه شويه، بس في الاخر خدت من الرفيعه وقالت لي لا الرفيعه احلى بكتير، لان دي تحسوها كده فينو عليها حشوه بيتزا، مش بيتزا اللي هي الاصليه بتاعه المطاعم وكده. شايفين القطعه بتاعتها اصلا كانت قد ايه، ان هو ياكل قطعه يشبع. وبكده بقى يا حلوين الحلقه بتاعتنا تكون خلصت. يا رب تكون عجبتكم، يا رب اكون ما طولتش عليكم. ولو الحلقه عجبتكم ما تنسوش تنزلوا تعملوا لايك حلو زيكم، وتكتبوا لي تعليق حلو زيكم. واشوفكم على خير الحلقه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.